كيسين بس من البسكوت وهخليكي تعملي كريمة مظبوطة بالشعرة. انعم واطعم كريمة تعملوا بيها تشيز كيك، نجح من اول مرة، وكمان فكرة المشروع مربح، تقدري تفتحيه من البيت وما يغلبكيش كتير ولا يستهلك منك موارد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. علشان نعمل تشيز كيك قمر زي الحلو اللي انتوا شايفينه ده بقى، هنحتاج ل 300 جرام من البسكوت. تقدروا تستعملوا اي نوع بسكويت تفضلوه، يعني ممكن بسكوت العيد، ممكن بسكوت ساده، بسكوت شاي، بسكوت اوريو، اي نوع بسكوت تحبوه، حتى لو هتحبوا تعملوا ميكس ما بين الساده وما بين بسكوت القرف. هناخد البسكوت الحلو بتاعنا ده نطحنه في الكبه طحنه كويسه كده، وبعدين هننزل عليه معلقتين كبار من السمن لحد ما الحبيبات بتاعته كده تكون معانا شبه الرمل المتكتل شويه. في كل قالب من قوالب التشيز كيك هننزل معلقتين كبار. طيب ما تملوش المعلقه قوي، لو هتملوها قوي فالمقدار بتاعنا او القالب الواحد هياخد معلقه ونص من خليط البسكوت مع السمنه اللي احنا عملناه. بحط كده المعلقتين وببدا بقالب فاضي ان انا اظبط كده القوالب بتاعتي علشان تاخد شكل مظبوط. هسيبهم شويه في التلاجة علشان نعمل كريمه حلوه. هنحتاج لنص كوبايه من الكريمه واربع مكعبات او مثلثات من الجبن. طيب مش بنحب الجبنه المثلثات او مش متوفره، نقدر نستبدلها بمعلقتين كبار من الجبنه الكريم. حطيت على الكلام ده كله ربع كوبايه من السكر وهسيبهم على جنب. في طبق تاني هحط معلقتين من الجيلاتين وعليهم ربع كوبايه من الميه السخنه. طيب هنا احنا بنستعمل جيلاتين نباتي، وتاكدوا يعني انه نوعه حلو، ما تروحوش تجيبوا نوع مش حلو وترجعوا تقولوا مثلا ده هو ما اداناش نتيجه كويسه. لا، بلاش الحاجات السايبه يا جماعه من السوبر ماركت، والله سعره مش رخيص، مش غالي، سوري مش غالي ولا اي حاجه، ومتوفر في اي ماركت هتلاقوه. حطيت على الكلام ده كله كوبايه من الميه الساقعه المتلجه وضربته كتير قوي بالمضرب حوالي كده 5 دقايق لحد ما وصل معايا القوام الحلو المتماسك ده. نزلت عليه ربع كوبايه من الميه الساقعه والجيلاتين بتاعي بعد ما كان داب تماما وتماسك على جنب، وفضلت اضرب تاني لحد ما بقت الكريمه بتاعتي كده ناعمه وماسكه نفسها. عايزه اقول لكم ريحتها خطيره حلوه قوي. طلعت القوالب بتاعتي من التلاجة وحطيت بقى خلطة الكريمة الحلوة بتاعتنا دي بقى جوه اكياس من اكياس الحلواني، وبدأت ان انا اوزعها زي ما انتوا شايفين. طب مش عندنا اكياس حلواني، تقدروا توزعوا بالمعلقة، ولكن هي هتبقى متعبة معاكم شوية، او حتى تستبدلوها باكياس التلاجة هتديكم نتيجة كويسة. بدأت ان انا اظبطها كده، وبعدين بسباتشولا او بمعلقة، وابدأوا ظبطوا الشكل. وما تنسوش بقى ان انتوا لو لسه واصلين لحد هنا ومكملين تعملوا لايك وشير كتير قوي للفيديو، علشان دعمكم بيفرق كتير وعلشان غيركم يستفيد. دخلتهم بقى للتلاجة، وللأسف اللقطة دي ما تصورتش بعد ما خرجته. باخد كل نوع من التوبنج اللي انا عايزاه، زي مثلا هنا اللوتس والنوتيلا والبيستاشيو، خففت معلقتين كبار بمعلقة كبيرة من الزبدة، وبدأت ان انا جوه الاكياس اوزعه كده زي ما شفت. طيب الصوصات التانية هي اوريدي بتبقى خفيفة ومظبوطة. كل قالب عندي بياخد معلقة ونص كبار من اي نوع توبنج تحبوه. انا عملت كريز، عملت توت، عملت بلو بيري. هنا بقى ده التوت زي ما قلت لكم خد معلقه ونص كبار. بدات ان انا ازينه كده بحبات من الرافاييلو وواحده سليمه، وعايزه اقول لكم ان لوحده خطير. كان عندي بقى معلقتين من المانجا المتقطعين كده ومتشالين في الفريزر، بدات ان انا وزعتهم على واحده تانية من التشيز كيك بتاعنا، وزينتها بشويه من الفستق المجروش. طبعا التزيين على حسب رغبتكم، ولكن دي افكار حلوه قوي وشيك جدا في التقديم، هتحسس كده اللي بياكلها ان انت جايباها من بره مش بس معموله في البيت وباي طريقه عاديه. بدأت بقى كده ان انا ازين اللوتس بشوية من اللوتس المجروش مع وحدتين من بسكوت اللوتس البديل اللوتس، طبعا احنا مقاطعين ما تنسوش. والاوريو بقى بدأت ان انا بحبات من بديل الاوريو المكسور فوق النوتيلا، بدأت ان انا ازينها. الكريس بتاعي عايزة اقول لكم ان ده في حتة تانية، طعمه خطير. التوبنجز دي مش بتبقى غالية قوي، بتبقى اسعارها حلوة. هسيب لكم تحت لينك البنوتة اللي انا بتعامل معاها، وحقيقي عندها كل حاجة وحلوة جدا. التوت بقى بدأت كده ان انا ازينه بشوية من المارشميلو. وعايزة اقول لكم بقى ان اللهم بارك الكريمة بتاعتها خطيرة، البسكوت سمنته مظبوطه، مقدارها حلو قوي. تقدروا طبعا تغلفوها بغطيان التشيز كيك بتاعه العلب، وبرده هي موجوده عند البنوته اللي انا بقول لكم عليها، وتبيعوها وتعملوا منها مشروع مربح وحلو.